السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم. والنهارده هنقدم لكم أول حلقة من السلسلة الجديدة البوكس أوفيس الكوري، واللي إن شاء الله هيكون موعدنا يوم الأربع من كل أسبوع علشان نتعرف على ترتيب أفضل 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر الكوري، مع تقييم وتصنيف وقصة كل فيلم. بس بنفكركم إن لو عجبتكم الحلقة تدعمونا بلايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان ما يفوتكش أي جديد. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بفيلم الإثارة والكوارث الكوري كونكريت يوتوبيا. تم عرض الفيلم في صالات السينما الكورية يوم 9/8/2023، والفيلم أكشن درامي بيسلط الضوء على الجانب المظلم لطبيعة الإنسان، وبيحكي قصة عن البقاء على قيد الحياة في مواجهة المحن. وبتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، بحيث بتشهد مدينة سيول زلزال مدمر بيتسبب في دمار المدينة بالكامل، وبيضطر الناجون للبحث عن ملجأ في مجمع سكني ضخم تم بناؤه على منحدر صخري، ولازم يشتغلوا ويتحدوا مع بعض علشان يفضلوا على قيد الحياة في مواجهة تحديات نفاذ الأكل والمية والمخاطر الطبيعية. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 12694 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 27,683,000 دولار، والفيلم حصل على تقييم 7.6. 여기서 쫓겨나면 다 끝이야. 죽는다고. 이게 다 아파트를 위해서야. 우리 아파트. 여기다 미친 것 같아. وفي المركز التاسع فيلم الرومانسية الكوميدي هاني سويت. تم عرض الفيلم في صالات السينما الكورية يوم 15/8/2023، وبتدور أحداث الفيلم عن الباحث في مجال الحلويات تشي هو، وهو بيشتغل كمتذوق ومطور للحلويات، وبيتمتع بحاسة تذوق طبيعية بنسبة 100%، ومسؤول عن عدد لا يحصى من المنتجات الناجحة، واللي بيكرس حياته لعمله وما بيطلعش بره محيط عمله بتاتا. لكن الصدفة بتجمعه بإيل يونج اللي بتغير حياته 180 درجة، وبيكتشف معاها إن الحياة طعم مختلف. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 12,900 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 9,957,000 دولار، والفيلم حصل على تقييم 7.6. 나는 말이야 왜 일이 없는 거야? 여자가 생겼습니다. 그 여자랑 헤어지게 하면 되겠네. 시작지근해. وفي المركز الثامن الفيلم الكوميدي مارينج ذا مافيا ريتيرنز. تم عرض الفيلم في السينما الكورية بتاريخ 21/9/2023، والفيلم يعتبر الجزء السادس من نفس السلسلة، وبتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن عائلة المافيا جانج صاحبة المال والسلطة، ورئيسة العائلة السيدة هونج، واللي بتواجه أكبر مشكلة ليها بعد إعلان بنتها الصغرى عدم الزواج مطلقا. لكن الفيلم حصل على ردود فعل سلبية من النقاد والجمهور، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 13,000 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 1,180,000 دولار، والفيلم حصل على تقييم 3.6. 진경이가 사고를 쳐버렸는데요. 뭐 드는 놈이죠? 그걸 꽤나 쓰는 놈이던데요. 아, 복구목에 붙이지는 않냐? 회당 1억 5천씩 받는단게요. 종면아, 그 1억 5천 곱하기 12 해봐 얼마냐? 당장은 말씀드리기 좀 곤란한데요. وفي المركز السابع فيلم الغموض والرعب النفسي سليب. تم عرض الفيلم في السينمات بتاريخ 6/9/2023، وبتدور أحداث الفيلم عن زوج بيبدأ فجأة بيتكلم وهو نايم، ومن ساعتها كل ما ينام بيتحول لشخص تاني ومن غير ما بيتذكر أي حاجة حصلت امبارح، وده اللي بيخلي الزوجة تدخل في دوامة من القلق والخوف من إن عائلتها ممكن تواجه خطر مجهول. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 43,876 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 10,277,000 دولار، والفيلم حصل على تقييم 6.8. 남자 둘을 데리고 사네? 나라고 뭐 당하고 있을 줄 알았어? 너 왜 그래 진짜? 문제가 생기면 함께 극복하는 게 부부라면. 알았다고 미친다.
ووصل للمركز السادس فيلم الدراما والإثارة الكوري هوبلس. تم عرض الفيلم في صالات السينما يوم 11/10/2023، وبتدور أحداث الفيلم عن يون جيو واللي كان عايز يهرب من واقعه الموحش، واللي بيلاقي زعيم عصابة محلي وبينضم ليه في عالم الجريمة. والفيلم بيقدم نظرة واقعية عن عالم الجريمة في كوريا الجنوبية، وبيصور الفيلم ازاي الظروف الصعبة ممكن تدفع الناس علشان تاخد قرارات غلط، وازاي العنف ممكن يدمر حياة الناس. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 109,658 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 124,601 دولار. الفيلم حصل على تقييم 5/10. 제자리로 돌려놓고 와. 놔줘요 이제. 제자리로 돌려놓으려고요. وفي المركز الخامس فيلم الدراما الكوميدي كابويب، واللي تم عرضه في السينمات بتاريخ 27/9/2023، وبتدور أحداث الفيلم في فترة السبعينات لما كانت صناعة السينما الكورية الجنوبية بتعاني من رقابة شديدة من الحكومة. والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 123,712 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 2,079,000 دولار. والفيلم حصل على تقييم 6.5/10. وفي المركز الرابع فيلم الرعب والغموض الياباني سنة، واللي تم عرضه في صالات السينما الكورية يوم 4/10/2023، وبتدور أحداث الفيلم حول شريط كاسيت غامض فيه لحن، اللي بيسمع اللحن ده بيتصاب بلعنة شيطانية وبيتورط في حوادث عنف غامضة. والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 176,695 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 259,645 دولار. والفيلم حصل على تقييم 5.8/10. وفي المركز الثالث فيلم الدراما رود تو بوستون. تم عرض الفيلم في السينما الكورية يوم 27/9/2023، والفيلم مستوحى من قصة حقيقية بتحكي عن مشاركة عداء كوري وفوزه بأول ماراثون دولي في بوسطن عام 1947 بعد استقلال كوريا عن اليابان. والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 476,552 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 5,891,000 دولار. والفيلم حصل على تقييم 7.7/10. 저희가 원하는 것은 조국의 국기가 달린 유니폼을 입고 그저 달리는 것입니다. ووصل للمركز الثاني فيلم الإثارة والغموض دكتور شون اند لوست تاليزمان. تم عرض الفيلم في السينما يوم 27/9/2023. بتدور أحداث الفيلم عن دكتور نفسي نصاب اسمه الدكتور شون، بيسافر في كل حتة في كوريا مع مساعده كيم علشان يعملوا عمليات طرد الأرواح الشريرة المزيفة، لحد في مرة من العمليات طرد الأرواح المزيفة اللي بيعملها بيتواجه مع كائن خارق حقيقي. والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 1,066,000 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 12,317,000 دولار. والفيلم حصل على تقييم 6.1/10. 근육만 있으면 뭐 우리 개천바닥 뜰 수 있는 거죠. 근데 하필 칠성금 칼잡이가 나타난 거지. 원래 이런 놈들은 그냥 없앨 수가 없는 거야. وفي المركز الأول والمتصدر البوكس أوفيس الكوري فيلم الكوميدي لاف ريسيت. تم عرض الفيلم في السينما يوم 3/10/2023، وبتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية عن علاقة زوجين بيعانوا من فقدان الذاكرة بعد حادثة غير متوقعة، وبيلاقوا صعوبة في تحمل وجنون وغباء بعضهم البعض. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 5,996,000 دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 8,398,000 دولار. والفيلم حصل على تقييم 7.2/10. 하지 말랬다. 다들 누구신데? 왜 와 이러노?